تعالوا هنعمل التمر هندي اللي بيتباع بره في البيت باسهل طريقه وبمكونات بسيطه جدا وعندك في البيت. احنا هنا كده هنحتاج كيلو سكر. معايا ده المقدار اللي انا هعمله ده الكيلو سكر، تمام. ده كده كيلو سكر ابيض. هنجيب بقى من عند العطار، بتروحي عند العطار وبتجيبي كيس كده بيبقى خلطه اللي هو بنعمل بيها التمر هندي ده. بيبقى عباره عن ايه؟ كيس ده كده ملح ليمون. بصوا، يا الكيس على بعضه خلطة الملح ليمون ولون تمر وحاجة اسمها قصانص تمر. دول كده ب20 جنيه، شوية اللي انتوا هتشوفوهم معايا دول. تمام. هنا انا عايرت لكم الملح الليمون، هو طلع بالظبط معلقة كبيرة. الكيس اللي انا جبته ده الخلطة دي هعاير لكم المقدار اللي فيها عشان تبقوا عارفين الكيلو سكر بياخد قد ايه. كده اخد معاكي ملح ليمون معلقة، كده معلقة ملح ليمون اهي. ونحطها على السكر وافضلي قلبي بقى فيها كده، قلبي لغايه ما تتوهي ملح الليمون في قلب السكر كل الاول. تمام. احنا كده الاول هنحط ملح الليمون على السكر وافضلي قلبي فيه لغايه ما يتوه كله. ده كده بقى لون تمر، ده اسمه لون تمر كده برضو من عند العطار. كل الحاجات دي من عند العطار. هنا برضو هنعاير اللون ده بالمعلقه. هيطلع معانا بالظبط نص معلقه، يعني انا عشان المعلقه اللي معايا كبيره فطلع نصها. تمام. يبقى كده نص معلقه لون تمر ومعلقه ملح ليمون. كده اهو نحط اللون وقلبيهم برضو، طوهي برضو اللون كده بقى في قلب السكر. وافضلي قلبي بقى كده، افضلي قلبي فيه جامد قوي كده. ما ننساش بقى نعمل اشتراك ولايك وشير للقناه عشان يوصلك اي جديد وتعليق حلو كده. وما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين. بقى احنا بنعمل التمر ده بمناسبه رمضان، معلش انا مأخره عليكم شويه، بس الفتره اللي فاتت دي ما كنتش فاضيه وكده. فالحمد لله خلاص هنفضى بقى وانزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. هنا ده بقى القصنص، ده اسمه قصنص تمر. ده برضو في الكيس بتاع الخلطة. تمام. هو كيس خلطة كده فيه ملح ليمون ولون تمر وقصنص تمر. طبعا انا بقول لكم الريحة بتاعة القصنص ده ريحته رهيبة، ريحته قلبت الشقة كلها. يعني انا بنتي قاعدة في الصالة دخلت لي المطبخ بتقول يا ماما ايه الريحة دي؟ ريحة التمر كانت فواحة جدا. تمام. افضلي حطيهم بقى كده على السكر وقلبيه بقى، افضلي قلبي فيه كده لغايه ما كل حاجه تدخل في قلب السكر. والازازه الصغنونه دي هنملاها شويه ميه برضو كده ونرجها، وتيجي حطها على السكر برضو علشان يعني ننزل برضو اذا كان فيها شويه قصنص او ريحه التمر. تمام ماشي. كده زي ما هتشوفوا كده اهو، خلاص انا مليتها ورجيتها حلوه قوي وهحطها كده على السكر. يا بقى مش قادره اقولك ريحته كانت رهيبه بصراحه، يعني ريحته حلوه جدا. وده انضف بصراحه. احنا في رمضان ما بنشتريش العصير ده جاهز من بره، لا. انا بعمل كده كل سنه وبعمله في البيت. هنا بحضر كده التمر اهو ده معاكم. ويجي بقى باجي ساعه العمايل بقى قبل الفطار مثلا بساعه او ساعتين، باجي جايبه شويه كركديه واجي غلياهم. وعارفين التمر اللي هو تمر هندي اللي هو بيبقى ناشف ده، باجي واخده منه برضو قطعه او قطعتين وتغلي مع الكركديه. وبعد كده باجي عامله بقى مصفيه الكركديه كله واجي حاطه عليه معلقتين تمر من اللي انتوا شايفينه ده وشويه ميه ساقعين والسكر، وبتشربي بقى احلى عصير. ان شاء الله هعمله معاكم في رمضان باذن الله. هنا انا قلت اجرب لكم اهو، حطيت نص معلقه تمر على هو العصير التمر ده وعليهم شويه ميه. شايفين بقى لونه؟ قلبيهم بقى حلو جدا وريحته جميله جدا. وكمان بالذات يعني هو مش هيبان اكتر الا لما تعمليه مع الكركديه والتمر هندي اللي هو الناشف. تمام. بنفضل نقلب بقى كده لغايه ما السكر يدوب ودوقيه بقى. شايفين لونه؟ هو ده كده احنا بنعمله في البيت. محدش يقول بقى ملح الليمون ضرر ومش ضرر، لا هو احنا ما بنحطش منه كميات كبيره. يعني انتوا شايفين كده معلقه واحده. ولون الطعام او لون التمر ده لون صحي، يعني لون غذائي. تمام ماشي. والقصنص ده زي الفانيليا كده، زي ما بنجيب ريحه الفانيليا ريحه البرتقال. يعني الحاجات دي مش مضره الحمد لله يعني، ومش بنكتر منها. ملح الليمون مش بنكتر منه. هنا خلاص بعد ما عملته ده كده بقى شكله اهو معايا زي اللي بنجيبه من بره. هو غالي جدا بره بس احنا بنعمله في البيت اوفر وانضف بقى. كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا وشفا ليكم.